انسي طريقة الكبدة الاسكندراني وانسي اي وصفة كبدة جربتيها قبل كده، وجربي الكبدة بالطريقة دي. هنعمل طاسة كبدة النهاردة، لازم تكون فطارك اول يوم العيد. لما تجربي الوصفة هتعتمديها وهتدعيلي. لايك وشير وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة عندي طاسة على النار، هنزل فيها بقطعتين من اللية، هنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من السمنة، وهسيبهم لحد لما السمنة تسيح معايا وتسخن كويس قوي، واللي هي طبعا زي ما انتوا شايفين كده تحمر تحميرة حلوة. بعد كده هبدأ انزل هنا بنص كيلو من الكبدة، التقطيع اللي انت حباها طبعا. وبعد كده هبدأ بقى اسيبها كده تاخد الصدمة من تحت، وبعد كده ابدأ اقلبها. اهم حاجة تشويحتها تكون على نار عالية. وصفة النهاردة اكتر من رائعة، اتمنى بجد تجربوها لانها طعمها حلو قوي بجد. لما تجربوها تعتمدوها. طبعا اهم حاجة تديلها تشويحة حلوة قوي وتديلها كده لون ذهبي غامق بالطريقة اللي انت شايفاها دي. في المرحلة دي كده بعمل توسيعة كده في النص، وببدأ انزل كده بمعلقة من الثوم المفروم، وببدأ بقى اشوح الثوم ده تشويحة حلوة مع الكبدة. هو على طول بيبدأ طبعا يغير لونه بالطريقة دي. شايفين هنا عندي طماطمتين كبار فرمتهم بنص كوباية من المية، وبعد ما الثوم اخد معايا لون ذهبي على طول نزلت بالطماطم، وهنزل عليها بالتوابل: فلفل اسود، كزبرة ناشفة، رشة من الكمون، وهننزل بالشطة، والشطة اختياري بس طعمها حلو قوي هي مشطشطة. ونزلت هنا بالملح، نزلت بنص معلقة من الملح، طبعا انت بتظبطي الملح بتاع الكبدة. بس كده دلوقتي طبعا هسيبها على نار عالية تغلي، وبعد كده هبدأ اهدي عليها النار وابدأ اغطي عليها كده واسيبها معايا لحد لما تتشرب الطماطم والطماطم تتسبك فيها. وبعد كده هبدأ اقدمها معاكم. شايفين شكلها رهيب يا جماعة، جربوا الطريقة دي على ضمانتي لان بجد الوصفة خيال. طبعا نزلت هنا بيها في طبق. تعالوا بقى شوفوا الجمال وشوفوا الصوص بتاعها، طعمه حلو قوي. هتقولي لي هيعمل لي حموة على صدري؟ لا، مش هيعمل حموة ولا اي حاجة، خفيفة جدا وطعمها حلو قوي. جربيها مش هتندمي خالص. اتمنى بجد تجربوا الوصفة وتكون فطارك اول يوم العيد، لاني من جمالها مش هتبطلي تعملي الكبدة الا بيها. فاتمنى بجد تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها وتقولولي على رأيكم فيها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله. أشوفكم على خير في وصفة جديدة، وكل سنة وانتم طيبين.